السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو سهل وسريع، حاجة تحلية. هنعمل قدرة قادر بمكونات ومقادير سهلة اهي. قدرة قادر دي عبارة عن كيكة وكريم كراميل وكريمة وكراميل اهي. كيكة قدرة قادر. تابعوا معايا الفيديو ونشوف احنا عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. هي مكونات كيكة قدرة قادر مكوناتها كتيرة شوية، بس ان شاء الله واحدة واحدة نعملها مع بعض وتبقى سهل. هبدأ دلوقتي اول حاجة نعمل الكراميل مع بعض. طاسة كده على النار، حطيت طاسة كده على النار هادية، واروح موزعة السكر كده. تمام. مش هروح يمته خالص ولا بمعلقة ولا اي حاجة، لحد بس ما يبدأ يكرمل. وبكده بصوا الكراميل اهو بدأ يكرمل، السكر قصدي بدأ يكرمل. انا مروحتش عليه خالص بالمعلقة، لسه حاطه المعلقة حالا. اول ما لقيته بدأ يكرمل، انا كل اللي بعمله بهزه كده بهز الطاسة بس كده. اروح اودي السكر ده هنا كده. وما حطيتش فيه ميه، حطيت بس شويه مع كوبايه السكر على النار وبس. تمام. اكون بقى انا محضره الصينيه كده اللي انا هحط فيها الكراميل. هنا بس نقطه زيت، نقطه زيت بس. تمام. بالشكل ده كده ادهن الصينيه نقطه زيت. الكراميل اهو بيتكرمل خلاص، قرب. بس سيبه خالص، ما احطش ايدي عليه. محطش ايدي فيه خالص عشان ما يسكرش. اقعد اهزه كده. السكر بس اللي هنا كده واديه هنا بس كده. هو مش هياخد وقت، دقيقتين كده وبص خلاص خلص اهو الكراميل اهو خلاص. بس في شويه حبيبات سكر كده، هسيبهم لحد بس ما يسيحوا. بس هو خلاص اهو، او بس ما يسيحوا خلاص هطفي عليه وهو اصبه في الصينيه. كل ده ونار هاديه خالص عشان ما يتحرقش ولا يتلسع مني. لو اتحرق او اتلسع خلاص هيبقى ممرر وهرميه. بس ايدي دي بس كده عشان اقلب بس السكر ده بس كده. بس شفت كده. الكراميل بقى ده ممكن تروحي زي ما انت خلاص كده كرملتي السكر، تحطي قطعة زبدة ومعلقة وكوباية لبن فيها تدوبي فيها معلقة سكر، لا كوباية لبن تدوبي فيها معلقة نشا ومعلقة كريم شانتيه. يبقى اللي هو اللي هو يبقى صوص الكراميل. لكن انا بعمله عشان هعمل قدرة قادر اللي هي كريم كراميل وفيها كيكة بس كده خلاص. تمام. سيبه بس دقيقتين كده وبس كده، يعني هسيبه 5 دقايق بس، دقيقة بس بالظبط وهطفي عليه. خلاص كده انا طفيت على الكريم كراميل دي الصينية. تمام. بسرعة بس قبل ما يمسك، هلحق بس اعملها بسرعة قبل ما يمسك كده. خلاص فردت الكراميل، مش فردته بسرعة عشان هو بينشف بسرعة. بصوا نشف
اول ما بيتحط اول ما بيطفى عليه البوتاجاز. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. وكده. وبعد ما فردت الكراميل في الصينيه هسيبه بقى واعمل الكريمه. وبكده بقى هعمل الكريمه. هجيب خلاط، شفشق الخلاط اهو. تمام. هنزل بيه الاول ب6 بيضات على كل لتر لبن. كيلو لبن 6 بيضات. تمام. ده بيبقى يدوبك، يعني مينفعش تقللي عشان يمسك الكريمه، تمسك وتبقى متماسكه وحلوه. تمام. فايه ممكن انت تعملي الكراميل والكريمه وتحطوا تدخليها في قوالب او في صينيه وفي الفرن على حمام ميه، وتستبعدي الكيكه خالص. انا هعمل الكيكه عشان ايه؟ هعملها قدره قادر. ليه اتسمت قدره قادر؟ عشان لما بتتحط 3 طبقات فوق بعض، وبعد ما تطلع من الفرن تلاقيها بقى اتقسمت ايه، الا كل طبقه لوحدها، الكراميل تحت والكريمه في النص والكيكه فوق. تمام. كده انا حطيت ال6 بيضات. تمام. هحط بقى الفانيليا. احط الفانيليا، عايزه فانيليا باودر، فانيليا سائله، اللي انت عايزاه. حطيت كده فانيليا، اروح اضربها بقى في الخلاط كويس جدا، وبعدين اروح حاطه عليها ايه؟ كوبايه سكر. هي دي كوبايه الا ربع سكر، انا مش عايزاها يعني ايه، عشان السكريات فيها ما بتبقاش كتير، فانا قللتها خليتها كوبايه الا ربع سكر. انا كده ضربت البيض كويس جدا، وبعدين حطيت عليهم الكوبايه الا ربع سكر، او ممكن تحطي كوبايه سكر او كوبايه ونص. بس انا قلت لكم ان انا مش عايزه يبقى السكريات عاليه. كفايه الكراميل في سكر، والكيكه هحط فيها نص كوبايه سكر. فانا حطيت البيض والفانيليا وكوبايه الا ربع سكر، وهحط بقى عليهم اللبن. ده كيلو لبن، وهضربهم كويس جدا في الخلاط وارجع تاني. انا بس حطيت نصهم، ونص التاني هحطه بعد شويه عشان اعرف اضرب كويس في الخلاط. وبكده انا اكون ضربت اللتر كيلو لبن مع 6 كوبايات بيضات. ضربت الكيلو لبن مع 6 بيضات مع الفانيليا مع الكوبايه الا ربع سكر، ضربتهم في الخلاط بس ما كفاش الخلاط، فقسمتهم على مرتين. ماشي. وحطيتهم في الشفشق ده كده. تمام. وهجيب الصينيه اللي انا حاطه فيها الكراميل، وهنزل عليها كده بالكريمه. هنزل عليها بالكريمه. تمام. يبقى كده فاضل ايه؟ الطبقه التالتة. كده فاضل الطبقه التالتة. هستبعد بقى دي خالص. والطبقه التالتة اللي هي عباره عن كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص دقيق، و2 بيضه. بس انا هعمل بيضه واحده، انا هحط بيضه واحده والبيضه التانية هستبعدها. كفايه بيضه واحده. تمام. والفانيليا في نفس الشفشق الخلاط، انا ما شطفتهوش لان هو مكانه بيض وفانيليا وسكر ولبن، وكده كده هحط تاني البيض اللي هي البيضه، وحطيت الفانيليا والسكر، نص كوبايه السكر. انا دقت على فكره الكريمه دي لقيتها سكرها حلو قوي. واللبن كوبايه الا ربع لبن. تمام. وهضربهم كويس جدا في الخلاط وارجع لكم تاني. وهحط ربع كوبايه زيت. تمام. كده انا خلاص ضربت الخليط اهو. ماشي. هنا الكوبايه ونص دقيق هحط عليهم رشه ملح. وحطيت في الشفشق الخلاط ده حطيت فيه بيضه وفانيليا، وكوبايه الا ربع لبن، وربع كوبايه زيت، ومعلقه خل. وهنا هنا كوبايه ونص دقيق، ورشه ملح، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. تمام. هقلب المكونات حلو قوي كده، وهنزل عليهم بالخليط السائل.
البيضه التانية اهي ما خدتهاش اهي. هضرب الخليط حلو قوي كده. دي الكيكه بقى، الكيكه اللي هي ايه هتبقى مع قدره قادر. انت عايزه تستبعديها ما تحطهاش وتحطي الكريمه مع الكراميل في البوتاجاز، تمام، هتبقى كريم كراميل. هتحطي الكيكه هتبقى قدره قادر زي ما احنا قلنا. انا مش مكتره الكيكه عشان عايزه طبقه صغيره من الكيكه. تمام كده. هجيب بقى الكريمه وكريم كراميل اللي هي الكريمه مع السكر والكيكه اهي، هنزل في النص. بس كده. هعمل بقى ايه الخطوه الاخيره؟ الخطوه الاخيره هجيب صينيه فاضيه تكون اكبر من الصينيه دي، واحط فوقيها صينيه اللي هي فيها كيكه قدره القادر، تمام. وما انا غاليه ميه سخنه خلاص بتغلي فايه، وهصبها في الصينيه هوريها لكم دلوقتي. تمام. انا ولعت الفرن من فوق ومن تحت، وهجيب الميه اهي. الميه خلاص غليت. من عند الكاتل طبعا ايد الكاتل وتحط ميه سخنه كده بالراحه، وخدي بالك بس عشان هي بتدخل الفرن على حمام الميه ده، تمام. بس وتاخدي بالك هي بتقعد في الفرن ساعه الا ربع، كتير يا امان، بس هي معلش معروف الكريم كراميل بيقعد ساعه الا ربع. هي بعد ساعه الا ربع هبص عليها واشوف لو الميه لو هي لسه ما استوتش والميه نقصت هزود الميه. تمام. هي كده الميه تمام محطوطه كويس جدا. انا بقى هدخلها الفرن، واول ما تطلع من الفرن هوريها لكم. اهي الكيكه اول ما طلعتها من الفرن هي الميه فيها حاجه بسيطه اهي. السكينه اهي ما فيهاش حاجه، تمام. انا طلعتها عشان تبرد شويه. هي استوت اخدت ساعه. اول ما لقيتها استوت لقيت عليها الشوايه من فوق، تمام. هشيلها كده بالراحه، هسيبها بس تبرد شويه او احطها في التلاجة تمسك نفسها شويه وتبرد وايه. وهقلبها لكم اهي، كريمه اهي باينه اهي، تمام. وهقلبها لكم واوريها لكم، تمام. وكده الكيكه قدره قادر بعد ما انا حطيتها في التلاجة شويه تمسك نفسها. هجيب صينيه او طبق اي حاجه تبقى قدها واروح قلبها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده بالشكل ده كده، بس بالشكل ده. لو لقيتها ماسكه شويه احطها على النار حبه صغيرين لحد ايه ما ينزل الكراميل اللي فيها. بس انا في الاول خالص دهنت زيت عشان الكراميل اللي كان هنا ينزل كله مره واحده اهي. اقطع حته عشان تشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اللي هو الصوص الكراميل اهي. دي بقى كيكه قدره قادر. هستبعد بس الصينيه واوريها لكم. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. الكيكه دي طبقه الكريمه ودي طبقه الكيكه، تمام. هقطعها معاكم عشان تشوفوها.
هقطع معاكم حته اوريها لكم جوه اهي، سهله خالص اهي ومتماسكه مع نفسها. طعمها جميل. وبألف هنا وشفا. وكانت معاكم ايمان هلال فيديو. وخلاص النهارده كده خلصنا الفيديو بتاعنا. عملنا قدرة قادر بطريقه سهله ومكونات سهله. انا عارفه ليه مكونات مش اقتصاديه، بس ان شاء الله تكون المكونات متوفره في كل بيت. وبألف هنا وشفا. وكانت معاكم ايمان هلال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.